السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. نتمنى كامل تكونوا بألف خير وبصحة وسلامة وانتم تشوفوا معايا في فيديو تاع نهار اليوم. كما تشوفوا وصفة تاع نهار اليوم هي مملحات بريستيج، يعني ما يطيبوش خلاص، ما تحتاجوش من با مكونات لا عجين لا والو، انكم تطيبوهم كما غير تشروا الخبز والمكونات وتحضروا هذه المملحات اللي رايحين يحمروا لكم وجوهكم في مناسباتكم ولا مع ضيافكم. ودركا نبداو في الطريقة. اول حاجه نجيب هنا عندي الخبز تاع بان دومي، انا كنت جبت ربع شرائح هكا كما راكم تشوفوا فيه، مقطع بهذه الطريقه. يعني ما فيش هو لي كروت، ما فيش هو الحواف. ومن بعد هنا نيط عليهم شويه هكا بالحلال، يعني نحاول نحلهم شويه بالحلال. ومن بعد نجيب هذا الفرماج اللي بنكهه الثوم والاعشاب، ونبدا ندهن فيه بهذه الطريقه. من بعد نجيب بلون دو بولي اللي نحطو كطبقة ثانية، نقطع يعني الزوائد أون يكون كاين زوائد. ومن بعد نزيد نجيب الفرماج تاع لي ساندويتش ونحطو، ونزيد نجيب الخبز ونحط الفرماج تاع الثوم، ونزيد البلون دو بولي يعني كل مرة هكا حتى نكمل. نزيد الفرماج كآخر طبقة كما تشوفوا معايا. هنا درت الفرomاج، من بعد درت البلون دو بولي، ومن بعد درت الفرomاج تاع لي ساندويتش، ونغلق عليه كآخر طبقة بالخبز. وهنا نحطه في بابي فيلم ونغطي عليه ونخليه حتى نحطه في الفريغو يعني هكا باه يتلم ويحكم روحه بيان. نخليه يعني ماذا بكم ليلة كاملة. واذا ما عندكمش الوقت يعني ديروه الصباح، يعني على حسب الوقت اللي كنتو درتوه فيه. ليسونسيال لازم يرتاحوا شويه هكا باه يجيكم تقطيع ساهل. من بعد ننتقل للحشو الثاني اللي نحتاج فيه ربعة تاع البان دومي، نحلهم هكا بالحلال بهذه الطريقة. أنا حليتهم في ربعة هكا مع بعضهم باه نربح الوقت. من بعد نجيب هذا الكريمو هذا تاع بذوق السومون فومي، ونجيب شويه تاع السومون فومي ونبدا نوزعهم هكا بهذه الطريقه كما تشوفوا في لا فيديو. ندهن طبقه بالكريمو وسومون فومي، من بعد نحط السومون فومي، ومن بعد نبقى ندير له طبقات حتى نكمل كامل لا كونتيتي اللي عندي. ومن بعد نحطهم في بابي فيلم ونحطهم في الفريغو حتى يتمسكوا لي بيان مع بعضهم، يولوا لي طبقه واحده. من بعد هنا ننتقل للحشو الثالث اللي نحتاج فيه طون وزيتون اخضر وشويه فلفل اسود، شويه ملح وشويه تاع المايونيز والمايس، نخلطهم مليح مع بعضهم. ونجيب لي بان دومي تاعي ربعة من لي بان دومي كما تشوفوا، يعني نحط الحشو تاعي بهذه الطريقه. ومن بعد نغلق عليهم. انا قبل ما نغلق كنت حطيت الحشو اخر حاجه، حطيتها شويه تاع المايونيز، ومن بعد حطيت البان دومي هكا باه يلصق لي الخبز مع الحشو، يعني هكا باه يلصقوا لي بيان مع بعضهم. ومن بعد نلمهم في بابي فيلم ونحطهم في الفريغو. بالنسبة للحشو الأخير واش نحتاج؟ عندي هنا بان دومي، ونحتاج صوص طوماط، أي صوص طوماط تكون متوفرة عندكم وتحبوها، يعني يكون ذوق تاعها مليح. ونحتاج الطوماط سيشي أو الطماطم الجافة، ونحتاج كيف كيف داند فومي. نبدا نحط فيهم بهذه الطريقه، يعني ندير لاصوص طوماط هي الاولى، من بعد نحط طوماط سيشي، ومن بعد نحط الداند فومي. وهذه هي حتى نكمل كامل الطبقات اللي عندي. وكيف كيف نحطهم في بابي فيلم وندخلهم للفريغو حتى يتمسكوا لي بيان. انا من بعد ما تمسكوا لي كامل مليح كما تشوفوا، ونبدا نحيلهم هكا في الاطراف تاعهم، ومن بعد نبدا نقطعهم. يعني بالنسبه للتقطيع انتم يعني اللي تتحكموا في الشكل تاعهم. هذا النوع يعني تاع السومون فيمي نقسمه على 3، ومن بعد نزيد نقسمه في النص هكا باه يجوني شويه صغار. ومن بعد هنا خيرت لهم الشكل كتزيين، جبت هذا العواد الخشبيه ودرت لهم كورنيشون. شوفوا اللي شكله كيفاه جا راقي. وبالنسبة للشكل الثاني اللي هو تاع المايس والطون، اللي قطعته حتى هو على 3، ومن بعد قسمته في النص، ومن بعد هنا درت له الكوردون وحطيت له وحدة تاع طوماط سوريز في الوسط. شوفوا معايا الشكل تاعو عن قرب كيفاه يجي طبقات واضحة. وهنا هذا الشكل تاع الطوماط. اول حاجه نقطعه الى مثلثات هكا كما راكم تشوفوا. من بعد حطيت له لاصوص طوماط على الوجه، ومن بعد نحط له مرسو تاع الدند مقطع بهذه الطريقه بشكل طولي ونبليه كما راكم شفتوا معايا. ومن بعد نحط له شويه تاع طوماط سيشي ونحطهم كامل في الكوردون ونحطه بهذه الطريقه كما تشوفوا معايا. وهذا الشكل الاخير تاع الفرomاج كنت قطعته شويه كبير، يعني قطعته على 4. ومن بعد حطيت له فرomاج تاع لي ساندويتش، وحطيته شويه تاع البافو على الوجه والزيتون.
وهذه هي، شوفوا الشكل تاعو عن قرب كيفاه يجي. يعني هذوك الطبقات واضحين، الحبات تاع الفرماج باغي، يعني يجي بنتو ولا اروع. وهذم هما كامل الاشكال كيما تشوفوا معايا، يعني يستحقوا التجربه بطبيعه الحال. يعني تقدروا تنوعوا في الاذواق تاعكم. انا جوست حبيت نشارك معكم الفكره، وانتم يعني تحشوهم بالطريقه اللي تحبوها، وتقطعوهم بطبيعه الحال كيما تحبوا، وتزينوا كيما تحبوا انتم. وهذه هي. نتمنى انه الوصفه تاع نهار اليوم تكون نالت اعجابكم. واذا عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم ما تنساوش انكم تخلوا لي جيم او كومنتير، وتشتركوا في القناه. ونقول لكم استنوني في وصفات جايه ان شاء الله. باي باي، تهلاو في رواحكم.